اليوم الاثنين 10 أبريل 2023 والساعة 10:46 مساء بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك وعبر التيك توك. أزل اللون إخواني، حياكم الله جميعا. بداية أعتذر أني وصلتكم شوي متأخر، وهذا الآن طبيعي لأن توقيت يعني الأيام القادمة نحاول قدر الإمكان نكون في حدود 10:30، ولكن قد آتي قليلا متأخر لأن الإفطار إحنا راه الآن عندنا في حدود 8 تقريبا، يعني اليوم كان 8 إلا 7 دقائق بتوقيت بريطانيا، وهو نفس توقيت الجزائر. نحن الآن في توقيت بريطانيا الصيفي. حديثي إليكم اليوم يتطرق إلى مواضيعنا وهمومنا الداخلية ثم نافذة على الخارج. واليوم ننظر في 3 ملفات، وهي هذه الفضيحة، فضيحة التسريبات، فضيحة الجوسسة التي مست الولايات المتحدة والتي تكشفت معها بعض الحقائق اليوم وأمس. منذ 4 أيام تكشفت هذه القضية أو 3 أيام. وقضية الصين وزيارة ماكرون والمسؤولة الأوروبية، دور الصين، خصومات الصين مع الولايات المتحدة ومع القوى الخارجية، ماذا يريد الغرب من الصين، استراتيجيته، هل هناك استراتيجية واحدة أوروبية وأمريكية أم أن الأمر فيه خلافات، هل هناك خلافات داخل أوروبا ذاتها، خاصة ما بين فرنسا وما بين بعض الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا، ولكن أيضا دول أوروبية أخرى في التعامل مع الصين. وملف آخر وربما نبدأ به في النافذة الدولية، وهو أو نختم به، وهو ربما البعض منكم اللي يتابعوا الأخبار اليوم، تدشين تركيا بزعامة أردوغان، اللي احنا في الحقيقة لدينا موقف ندينه فيه بشدة، وهو أن لديه موقف يدعم العصابة في الجزائر، ولكن داخليا حقيقة وخارجيا تحقق تركيا الكثير من التقدم. اليوم أعلنوا عن تدشين حاملة طائرات، وأعلنوا أيضا عن قيمة الصادرات التركية ل 2022 من السيارات فقط، قيمتها من السيارات فقط ما تصدر تركيا، وهي آخر الملتحقين تقريبا، يعني آخر الملتحقين بصناعة السيارات، تقريبا يساوي كل ما نصدرهم بترول وغاز. دي جينا من تحت الأرض، جينا ببركات السماء التي وضعت في هذه الأرض الطيبة. ثم نعود إلى الملف الجزائري من خلال قضية ملزي اللي يتم تبرئته الآن ويتم إعادة الاعتبار له، وهو واحد من أكبر المجرمين وأكبر اللصوص اللي عرفتهم البلاد أيضا، يعني واحد من الأكبر، ليس هو الأكبر بطبيعة الحال. من خلاله نرى أيضا لماذا هذا إطلاق السراح، ما هي ربما بعض التداعيات عليها ولو باختصار، وراح أيضا نرجع ولو بسرعة تكملة لحديثي لكم عن موضوع اختطاف الدبلوماسيين الأمريكيين، الدبلوماسيين الجزائريين في مالي، واللي تبون آثارها من جديد قبل أيام، واتهم بها بلد جار يقصد به المغرب أساسا. ونعود لهذه الميجا، وشكون هي الميجا، وبسرعة. المرة الماضية لم يكن معي الأسماء، هذه المرة أعطيكم الأسماء. إذا بداية شوف أحوال البلاد وأحوال الناس. خلينا نشوف الوضع الداخلي من ناحية الأكل والشرب، لأن الناس معاناتها رهيبة في الحقيقة. خلينا نسمعوا بعض الشهادات المباشرة، شهادتين حتى لا نطيل. اسمع هذا وش يقول. طبيب اكتب لي اللحم، اعطيني 100 جرام ونطيبه اليوم ونعاود نحيه نديرو في خيط.
نطيب به اليوم من ناحيه وغدوه نزيد نطيب به نكمل به رمضان. فاهمه؟ ما كاش من اللحم هذا، ما شفناش كاع اللحم هذا. اللحم هذا نسمعوا بصح ما بانش. تروح تسقسي البوشي تقول له اللحم هذا اللي جا اللحم تاع لامبورطاسيون اللي جابوه ورا، يا حسره يقول لك مازال ما خرجش من البور، مازال راه في البحر، مازال راه في الصحراء، مازال راه في السودان، مازال راه في الاردن. راك فهمتني؟ كي تلقى البوشي سقسي البوشي ورا اللحم خويا اللي جابتو الدوله، هي قالت الدوزويت نجيبو ورا اللحم هذا، ورا اللحم. يقول لي في تاع البلاد، يقول لي ها تاع البلاد مليح 240، 240 نروح ندير تشيكا في الديسبونسير نديرها ونروح للسبيطار لعله يعطني البيوت تاع اللحم هذاك نشربه. فهمتني كيفاه؟ ما كاينش مال اللحم هذا، ما كان حتى حاجه راخصه بالدوله. الاسعار الاسعار ما عندناش اسعار كما بكري، ما تغير حتى حاجه، ما تغيرتش. أسوأ بكثير من بكري في الحقيقة، أسوأ بكثير جدا. هذه قضية اللحوم. اللي يتابعوني هنا إخواننا اللي يتابعوني نساء ورجالا كانوا يعرفوا أني علقت على الموضوع، قلت بأن هذا الموضوع هو موضوع يتم فيه النهب، هذا موضوع عبثي، هذا موضوع شراء اللحم اللي خلوه لآخر لحظة، هذا موضوع في الحقيقة كان المفروض أن أصلا المال اللي يصرف إلى دول باش نجيبوا من عندهم لحم البقري أو نجيبوا من عندهم البقر أو العجول، أو كان المفروض لو كان عندنا نظام عاقل، لو كانت عندنا حكومة شعب شعبية حقيقة، حكومة تحب الشعب وحاكم يحب الشعب، لو كان كل هذه الأمور لا يعقل. لا يعقل أن بلد مساحته 10 مساحة في العالم يستورد تقريبا أكثر ما يأكل، يستورد أكثر ما يأكل، ومع ذلك والأسعار مرتفعة ومرتفعة جدا، بالرغم من أن الطاقة رخيصة في البلاد من فضل الله. وقلنا أن هذا الحمل تاع 1200 دينار إلى آخره، راهو الأغلبية مش راح يصح لهم، واللي يصح لهم يصح لهم القطع الأسوأ، ما عدا المتنفذين، ما عدا اللي عندهم علاقات، عندهم كتاف، عندهم رشاوي، المدراء، الولاة إلى آخره، هذوك ما كاش مشكلة، هذوك يدوا في كلش باطل في الحقيقة، أو في أغلب الأشياء باطل إلا ما رحم ربك. وقلنا أن هناك سياسة لتجويع الشعب الجزائري، وقلنا أن هناك رداء وفشل عارم، وأنه لا يمكن بهذه العصابات أن نمضي إلا ناحية أو نحو الهاوية، رانا رايحين للحيط، رانا رايحين للهاوية بكل أسف وألم، وأن كل يوم يمر في الحقيقة الناس راهي تدفع ثمنه، والثمن الأكبر لا قدر الله هو لا قدر الله أن تنفجر الأوضاع بسبب الجوع الذي يتمدد وراه يمس ملايين من الناس بشكل أو بآخر. نعم، كي نقول الجوع مش معناها أن الناس لا تجد ما تأكل، ولكن الناس لا تأكل ما يجب أن تأكل. أكثرية الجزائريين أو عدد منهم راهم مصابين حتى بالأنيميا، بنقص الفيتامينات، تشوفهم في وجوههم، تشوف حالة البؤس اللي ماسة عدد كبير من الناس. ومع ذلك هناك من لا يجد من لا يأكل، هناك من لا يجد ما يأكل. وذلك نشوفوا ربما أحد الأمثلة من هؤلاء. الأمثلة قبل أيام، يعني قبل يومين فقط، طلعت عليها في الفيسبوك، أرسلها لي أحد الأفاضل رابط، فعلى سيدة، لما وجدتهاش هنا ربما يشوفها لنا المساعد. للأسف يبدو أنها نزعت من صفحة الفيسبوك، وهي في الحقيقة لقاء ما بين شخص مع امرأة، وعندها امرأة مطلقة ب3 أو 4 أولاد، ولا تجد ما تأكل، ودخل عليها للدار، هو ربما كانت مع زوجته أو في المكان، فوجدوا أن هذه السيدة لا تجد ما تأكل هي وهؤلاء الأطفال، إلا حاجة بسيطة هكذا نتاع
شوربة لا تصلح ربما حتى للأكل الآدمي يعني. وهذا راح وشفنا قبل في اللايف السابق شفنا إخواننا اللي 8 عائلات في الواد بخيم قديمة ولا يجدون أيضا ما يأكلون. وهذا راح كثير في كثير من خاصة في القرى وفي الشر وفي الأماكن المنعزلة، ولكن حتى في المدن الكبيرة، حتى في الأحياء المفقرة، وأغلب أحياء الجزائر مفقرة وفقيرة أغلبها يعني، على استثناءات بسيطة يعني. ممكن المساعد إذا راه عنده الفيديو هذاك ممكن يشوفه يعاود يبعثوا لنا. لكن ليس هذا فقط، هنا نلقاو أيضا شخص آخر يشتكي من الحالة المزرية اللي وصل لها. طبعا هذا الارتفاع تاع الأسعار مرتفع في مدن أخرى، في دول أخرى. المغرب فيها ارتفاع أسعار أيضا، فيها تضخم أيضا، تونس فيها ارتفاع أسعار، مصر فيها ارتفاع أسعار. ولكن هذه الدول مقارنة مع الجزائر، لأن الجزائر بلد طاقة، في فرق كبير. المغرب يستورد الطاقة، مصر تستورد الطاقة في الغالب، تونس تستورد الطاقة، باش نمد هذه الأمثلة تحت البلدان الثلاثة فقط. فعندما ترتفع أسعار الطاقة في العالم تتأثر هذه البلدان. هذا لا يعني أن ما فيهاش فساد. كل هذه البلدان، المغرب وتونس ومصر، فيها فساد، وفساد عارم أيضا بالمناسبة. لكن بالنسبة لنا احنا الشيء الإضافي، الشيء اللي نضيفوه، هو أن الطاقة من تحت الأرض، الطاقة محلية لا نستوردها. وبالتالي كان بالإمكان على الأقل، بما أننا لا نستورد الطاقة والطاقة رخيصة في البلاد، أن الأسعار ما ترتفعش، وإذا ارتفعت ما تروحش بعيد. بنان وصل إلى 70,000 80,000 للكيلو، مما يعني بسعر البنك أكثر من 6 أورو، بسعر الشارع 4 أورو، غير معقول. في أوروبا البنان للكيلو يدور في حدود أورو، ربما أورو ونص، ولكن في الأسواق الشعبية في أوروبا أيضا ينزل إلى 50 سنت، نصف أورو. وهنا لما تقارن، لم تعد فقط هذه الأسعار أسعار أوروبية، وإنما أصبحت أكثر من الأسعار الأوروبية، في حين أن الدخل في أوروبا كما قلنا عدة مرات أنه في المعدل هو 10 مرات دخل الجزائر. في بلد مثل سويسرا هو 20 مرة دخل الجزائر في المعدل. في بلد مثل إسبانيا هو 7 مرات أو 8 مرات، أو اليونان أو مالطا. في بلد مثل بريطانيا وفرنسا هو 10 12 مرة معدل الدخل في الجزائر. الحد الأدنى في الجزائر هو 100 أورو. يقولون الحد الأدنى 100 أورو، كي يدوا أقل من 100 أورو، اللي هي 2 ملايين أو 2 ملايين و100، هو 2 ملايين الحد الأدنى. لكن الحد الأدنى في فرنسا هو يدور في حدود 15 100 أورو، أي 15 مرة الفرق. وفي بريطانيا أكثر من ذلك إذا حسبناه بالساعات، لأن هنا الحد الأدنى للساعة هو حوالي 10 جنيهات، وإذا كان الشهر فيه 180 ساعة فقط، فنحن نتكلم، أو في حدود 180 ساعة اللي هي معدل، فنحن نتكلم على 1800 جنيه، أي ما يعادل 2000 أورو كحد أدنى. هاو إنسان آخر، شوف اسمه وش يقول. السلام عليكم. اليوم راني شحيدة في رمضان، راني نشري لي زابا. بوشي قال لي راك ماركي خويا، حتى كاني ماركيز، قال لي ليستاش، قال لي بدا طريب مشهورة تاع الراجل، جبت لي ليستا قلت سخاطش، كاتبين لي زابا، قال لي تماركي تا ما غتديهم، ايوا تو كنموت انا غدوة، كي دير زعما تسلم لولادي تقول لهم داز بوكم، كاين الحياة، ثاني لي زابا عليها راشد. فاهم، لا عندكم في الولايات الاخرى فاهموناش، حياة جديدة هذه. السلام عليكم. لزابا لازم تسجل. لزابا يعني البقايا تاع الدجاج اللي في الغالب كانت ترمى
حتى في الجزائر كانت ترمى، في كثير من الدول ترمى هذه البقايا بطبيعة الحال، في كثير. تولي بالليستة لازم تماركي. شوف ذاك التردي، شوف ذاك الانحدار، شوف ذاك الانهيار اللي ماشيين ونروحوا له. ما كانش الشعب غلط عندما قال تبون مزور جابوا العسكر، ما كانش شرعية. إذا ما فيش شرعية سياسية، إذا ما فيش، إذا الحاكم ما يجيش بإرادة شعبه ما يروحش بعيد، مرات يجي بإرادة شعبه ويغرق. أو المثال الفرنسي الآن، الشعب الفرنسي ماهوش جايع. أغلبية الفرنسيين ماهوش عندهم مشكلة أنهم ما يقدروش يشروا سيارة، أو لأن الأغلبية يشروها ب 200 300 400 أورو للشهر، وهو جاب سيارة حتى تاع 15 20 ألف أورو. يعني في الغالب الناس يشروها بالتقسيط. يعني ماهوش لاقين ما ياكلوا، مشكلة تاع التقاعد، حابين يتمتعوا بأعمارهم لما يتجاوزوا 62 سنة أو 60 سنة ما يروحوش يخدموا. بالرغم أن بالمناسبة يعني باش نكونوا منصفين، راهو ماكرون مش غلط نهائيا في القضية هذه، لأن الناس في أوروبا الآن توصل إلى 90 95 سنة 100 سنة. اليوم نقرأ في إحصائيات في إيطاليا وحدها كاين أكثر من 22 ألف تجاوزوا 100 سنة، وهذا تقريبا هو المعدل الأوروبي. يعني الآن بالآلاف يتجاوزون 100 سنة، وطبعا بمئات الآلاف، وربما راهم على أبواب أن يصبحوا بالملايين اللي يتجاوزوا 90 سنة. مع ذلك كل الحرائق اللي شفتوها في فرنسا والمظاهرات والاحتجاجات ورايحة ما زالت ما توقفتش، وما زال راح تكون أكبر، راهي جاية المعركة. وهذا رئيس انتخب. صحيح الفرنسيين ما كانش عندهم خيارات كبيرة، كان عندهم ما بين السيء والأسوأ، ما بين هذا صنيعة البنوك العالمية ولا فينانس مونديال، وما بين بنت السفاح اليمينية المتطرفة. لكن في النهاية انتخب ماكرون. الاحتجاجات الفرنسية ما هيش على الأكل والشرب، بالرغم أنهم أيضا ارتفعت عندهم الأسعار، وبالرغم أنهم أيضا بدأوا يعانوا، لكن معاناتهم نسبية مقارنة مع المعاناة اللي راهي عندنا. عندما قلنا بلد 10 مساحة، المفروض لو كان غالقين البلاد غلقوها. أرسل لي واحد الأفاضل رسالة يقول على شخص كيفاش جاء باش درس في الخارج وجاء باش يعمل استثمارات في البلاد، وأعطاو له الموافقات، ومن بعد ولات الجمارك دارت له، حولت له حياته جحيم، لأنه ربما ما فهمش روحه، ما مدش الرشاوي اللي كان لازم يمدها. وأنا من هنا نقول في الحقيقة الآن راني متأكدة هذه، لكن على الأقل ما زالوا، لأن هذه في فترة معينة كانوا كثير من الجزائريين يحبوا ينزلوا ويديروا استثماراتهم اللي في الخارج، واللي عنده شهادات عليا يحب يدرس في الجزائر، واللي عنده. لا، هذه مش جزائر هذه. نعم، هذا التفكير هو تفكير جميل وجيد، هو حب للوطن وحب للشعب، لكن ماش في جزائر الإجرام. هذه راهي جزائر الإجرام اليوم، اللي راهي جزائر المجرمين اللي متحكمين فيها. كثيرين مساكين راحوا وصرفوا، كلي صرف كل أمواله والتقاعد نتاعو وغير حياته وخذا أولاده وخذا زوجته، ثم رجعوا ليبدأوا من جديد، لأنهم لقاوها جحيم هناك. قالها رشاوي وفساد، وين تروح تتحرك لازم تمد، ولا ما تمدش يديروا لك حياتك جحيم. فالكثيرين رجعوا. فهذا السيد يحكي لنا الجمارك حولت لحياة هذا الشخص اللي باش يستثمر، حولتها إلى جحيم. غلقوا علينا كل شيء. فكان تعليق أحد الأفاضل قال له لو كان تشوف الجمارك في المطارات، مش في الموانئ فقط، في الموانئ في المطارات هل المشكل هو في الجمارك؟ نعم، لكن مش في الجمارك فقط، في اللي حط مدير الجمارك وجهاز الجمارك وطريقة إدارة الجمارك ومراقبة الجمارك
وهكذا في عند لابوليس، وهكذا عند الدرك، وهكذا في الإدارة، وهكذا عند الوالي، وهكذا في القضاء، في كل مكان فساد عارم. إلا من رحم ربك، قليل وين تلقى شخص في منصب يخاف الله قبل ما يخاف الناس ويؤدي واجبه كما هو. هذا بطبيعة الحال هذو راهم يقلون، كل يوم يقلون أكثر فأكثر، وبعضهم استحالت الحياة، لم يعودوا ممكن يعني أن يستمروا. خلينا نشوفوا السفيه هذا المهرج الجديد تاع وزير التجارة، وزارة التجارة كيفاش يبرر موضوع ارتفاع الأسعار. الموز ما نظنش بلي قضيه موجوده. احنا اليوم فيه نقص في السوق الجزائريه، فيه نقص لهذه الماده ما ادى بارتفاع اسعارها. معادله بسيطه جدا، النقص في السلع يؤدي الى التهاب الاسعار. ما هو الحل؟ هي رفع نسبه الاستيراد، وهذا بقرار السلطات العموميه اننا نرفع في قرار اولا قرار رفع حصص الاستيراد حتى نغطي السوق الجزائرية من هذه المادة. وتعرفون جيدا أن هذه المادة كفاكهة، لكن هي منظمة ومهيكلة لأسعار السلع في السوق، خاصة الفواكه. هذه السنة بقات الأسعار مرتفعة للأسف نتاع بعض المواد الغذائية أو بعض الفواكه، لأن أسعار الموز بقات مرتفعة. تفسير داهية، يعني تفسير داهية أنه الأسعار المرتفعة نتاع المواد الأخرى هو لأن أسعار الموز بقات مرتفعة. ولماذا بقات أسعار الموز مرتفعة؟ قال لك لأنه ما عندناش في السوق ما يكفي، وهذا قرار تاع السلطات العليا. هذه ليست سلطات عليا، هذه سلطات تعذيب، هذه سلطات نهب، هذه سلطات فاشلة ورديئة. هذا الاقتصاد ما بان اقتصاد حر، ما بان اقتصاد سوق، ما بان اقتصاد مخطط اشتراكي، ما بان اقتصاد على الطريقة الروسية ولا الصينية ولا الأمريكي، ما بانش الاقتصاد. تدخل الإدارة الإجرامية المرتشية من رئيس الدولة وانزل كما يسموه يؤدي إلى فساد الأسواق. السوق ينظم نفسه. الحكومات الراشدة، الحكومات العاقلة، الحكومات اللي تعرف تسير لا تتدخل في السوق إلا في حالات الاختلالات الكبرى. لو كان جاء الاستيراد مفتوح لكل الناس وليس هو عبارة عن احتكار لمجموعة من المحتكرين للسوق الخارجية، لأن كل ما يتم الآن على أساس تنظيف المستوردين هو في الحقيقة مزيد من المونوبول، مزيد من الهيمنة، مزيد من الاحتكار، مما يتسبب أنه تولي مجموعة صغيرة تتحكم في السوق وفي أسعار المواد. ثم تروحوا للبسطاء اللي كان عنده 100 بيدون زيت ولا عنده 200 شكارة حليب ولا، وتحكموا عليهم 20 سنة و30 سنة و15 سنة، في حين أن البارونات اللي يتصرفوا بملايير الدولارات أو مئات الملايين من الدولارات هذون بالعكس تعطى لهم ليسونس وتعطى لهم تسهيلات وتفتح لهم الموانئ وتفتح لهم المخازن وتفتح لهم البنوك، ومع ذلك يعذبوا الناس في قضية الأسعار. واحدة من السياسات الإجرامية هو طريقة التعنطير اللي دارها تبون في قضية إسبانيا. كل مرة راهم يخرجوا على أساس أن الشركات الإسبانية تعاني وأن إسبانيا وتعاني. إسبانيا تجارتها مع الجزائر لا تزيد عن 1% من الجانب الإسباني، يعني تجارة إسبانيا الخارجية لم تكن تجارتها تزيد عن 1%، يعني مما تبيعه مما تصدره إسبانيا هو 1% من صادراتها. إسبانيا أسواقها هي أساسا أمريكا الجنوبية وأوروبا، فما تتأثرش لما 1% من السوق تغلق عليها، ليس تأثير، هذا كله خداع. وكتابات جريدة الشرور وجريدة
الجرائد الكذب هذه. اللي تأثر هو السوق الجزائري، لأن في الحقيقة أن إسبانيا كانت نافذة مهمة لاستيراد كثير من المواد، بما فيها المواد الزراعية. الموز ما ينبتش في إسبانيا، لكن كان ممكن مشاكل البصل ومشاكل كل المواد اللي ارتفعت كان ممكن استيرادها. طبعا الأولى كان أن تستورد من المغرب، أشقاء وإخوان ويجمعنا كل شيء ولا يفرقنا إلا السفهاء. لكن بما أن العصابة دائرة عاملة استراتيجية الشيطنة وخلق العدو باش تبقى تلهي في الشعب الجزائري، أقل شيء كان الأمور تستورد من إسبانيا. واحدة من المشاكل اللي يعاني منها السوق هذا العام أكثر حتى من السنوات الماضية هو هذه الاستراتيجية وهذه القرارات التي لا معنى لها، على أساس أنهم ما يشتروش من إسبانيا. في الحقيقة كل شيء راهي ماشي على راسه، وكل خطواتهم وكل سياساتهم تمشي في التضييق للشعب. هما ما يعانوش، يعني أنا ذكرتها أكثر من مرة وكنت شاهد عليها، هذه في الثمانينات في بداية التسعينات، فما بالك الآن. هم كل شيء يأتيهم من الخارج، هم أصلا لا يثقون في المواد التي تباع في الأسواق الجزائرية، يعتبرونها أنها في كثير من الحالات تكون مسرطنة، وفي كثير من الحالات هي أقل شيء في السلعة، هي الدوزيام شوا تروازيام شوا، الأشياء اللي تؤتي تستورد بالمواد الرخيصة إلى آخره. هم كل شيء يأتيهم من أوروبا ومن محلات غالية في أوروبا. هم لا يشعرون بما يعانيه. الداهية هذا المهرج يفسرنا أن ارتفاع المواد الأخرى والفواكه في السوق الجزائرية هو لأن البنان مرتفع. طيب هذا إدانة لكم. قال لك السلطات العليا في البلاد، ما أنت وزير واش؟ شكون هذه السلطات العليا في البلاد إذا كان وزير ما يتخذ هذه القرارات؟ مرة أخرى إشارة إلى حكم العسكر من الخلف. هذه السلطات العليا في البلاد، وزراء فاشلين ومهرجين ولا يستطيعون إدارة حتى الأشياء البسيطة. وفي إطار القهر للشعب الجزائري، فإن المسيلة تمت برمجة السماع في موضوع أختنا أمال نايلي، واسمها الحقيقي نبيلة بزة، أمام ما يسمى بقاضي التحقيق أو قل قاضي التلفيق يوم الأربعاء 12 أبريل 2023. سجنوها ليلة رمضان كما تعرفون انتقاما من امرأة كل ما هي تقوم به هي هذا إظهار. تخرج يوم الجمعة وترفد في يدها ورقة تكتب عليها حكمة، تكتب عليها مبدأ، موقف، هذا ما كان. فللأسف الصورة بالأبيض ما يشتبه لكم. راهي في السجن وما زال تمر على قاضي التحقيق وقاضي، وكأنها هي ملزي أو هي علمي أو هي تحكوت، أو هم عارفين كل شيء. فقط استخدام القضاء، جهاز القضاء، من أجل الضغط، من أجل خنق الناس، من أجل جعل حياة الناس جحيم. أما هذا فخلا شريف بوخلوف فقدم استئناف، عنده حاكمين عليه 2 حبس. أيضا حراكي آخر خرج باش يقول تحيا الجزائر فقط، دولة مدنية مش عسكرية. وفي جيجل أيضا تم اعتقال قبل 3 أيام ولا 4 أيام، تم اعتقال أخونا أحمد بوحنا، واعتقلوه
اعتقلوه. هاو الصورة نتاعو، بقى عند البؤساء تاع جيجل، البوليس أو المخابرات. بقى 3 أيام ولا 4 أيام، هو لأنه وقف للإمام واحد من أئمة السي بي تاعهم اللي قاعد يسب في الشعب، قاعدوا يسبوا في الشعب، يعني يتجرؤوا فقط على الشعب. الشعب ما يسواش، الشعب رخيص، الشعب كذا، الشعب كذا. لا ينطقون بكلمة حق لأنهم مرعوبين، ولأنهم يجعلون رزقهم أنهم يكذبون، لأنه على باله بالنسبة ليه لو كان ما يقول ما يديرش واش تقول المخابرات الإرهابية ممكن ينحوا له الشهرية، وإذا كانوا عاطينه دار لوجمو ينحوها له إلى آخره، فهو يخضع لهم. والمخابرات الإرهابية توصيهم باللي الشعب هو اللي ما يسواش. ما فيش، قليل جدا أن تلقى إمام يقول يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذه مقولة عن أحد سادة الصحابة سيدنا عثمان رضي الله عنه، مرة خطب وقال يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الناس تخاف من السلطان أحيانا أكثر مما تخاف من القرآن أو تستمع إلى القرآن. كثير من الآئمة وآخرين، مش الآئمة فقط، يمسحوا الموس في الشعب ويبدأوا ويزيدوا يأخذوا من الحماس كيقعدوا يسبوا في الشعب. شعب ما يسواش، شعب سراق، شعب هو كذا، الشعب اللي دار علاه تبون هو اللي راه يعين المدراء والله يعين. يا أخي هذا من أولاد الشعب. الكوميسار طبعا نظام الحكم هو اللي يعين. مخابرات الإرهابية داخلة في كل شيء. سرطان، وكل ما يلقوا إنسان أو إنسانة من الأفاضل أو من الخيرين أو يجعلوا حياتهم جحيم حتى يتركوا الوظيفة أو يغادروا أو يديروا لهم ملفات، أو طبعا في عملية اختراق للمجتمع كامل. فهذا أخونا أحمد بوحنا قال للإمام يعني أنت ما شفتش تبون، ما شفتش سرقات وسرقات أولادهم والجنرالات. فطبعا جات مباشرة اعتقلوه وجبدوا له ملف وأنه كنت في الحراك إلى آخره، ومطلعينه إلى العاصمة في طاولوا باش يروح لما يسمى بمجلس سيدي محمد. أما في مرة أخرى في مجلس ما يسمى مجلس قضاء الجزائر، فقد التمست ما يسمى بالنيابة العامة 2 عام حبس و100,000 دينار غرامة في حق كل من عبد القادر الطويل، علي سلماكور، رؤوف بن رحايل، شعيب قبايلي، بشير قبايلي، محمد بوخالفة، علي فاضل، صالح زرفة، غربي محمد، صالح بركات، طارق سالمي، رضوان بن عمار، عبد الرحمن سليمية، اسماعيل بركوس، توفيق مخناش، محمد العربي، ومحمدي مراد، بدر الدين طرابلسي، محمد عجمي. والمداولة قال لك يوم 24 أفريل. هذو أيضا مجموعة من الحركيين الأحرار. فمجموعة تهم 2 وإضافة إلى 10 ملايين، يعني خنق الناس وخنق الحراك والانتقام من الحراك. وكنا قلناها يا إخواننا اللي يتابعوني هنا، قلت لنا أن نصف ثورة أحفر قبرك، وأنه إذا ما انتصرش الحراك سينتقمون انتقام شديد من كل واحد رفع رأسه، كل امرأة أو رجل، كل من رفع رأسه يطالب بدولة العدل والحق والقانون سينتقم منه بشكل أو بآخر، اليوم أو غدا. ولذلك قال الناس اللي سبقونا في الثورات، قالوا أنك أن تقوم بنصف ثورة فيعني أن تحفر قبرك بيدك. العربي ماضوي استدعي من طرف ما يسمى بأمن دائرة جعافرة، وهذا هو أخونا العربي ماضوي. جعافرة إحدى دوائر الثورة، واحدة من المدن اللي قدمت أكبر عدد من بين المدن اللي قدمت أعداد هائلة، من بين أكبر الأعداد اللي قدمتها من الشهداء هذه دائرة جعافرة، ينتقمون منها انتقام رهيب. أولا لأنها عرفت بأنها كانت مدينة الثوار في الخمسينات، ولأنها أيضا هناك 4 بلديات معها كانت من أقوى المدن
في الحراك. طبعا عاصمتهم هي برج بوعريريج، وكانوا ينزلوا كلهم لبرج بوعريريج. وتعرفوا أن برج بوعريريج كانت واحدة من أكثر المدن قوة في الحراك قبل أن يخترقوها عن طريق بن حمادي وأذنابه وأتباعه. هذا يفتي عمره 94 سنة. هذا القانون حول الإعلام في هذا المرحلة بالذات اللي يعيشها العالم، طبعا اللي تعيشها أيضا الجزائر، الإعلام عنده دور كبير وهام وخطير في نفس الوقت. اليوم عبر كل القضايا المطروحة عبر العالم من حروب، الإعلام عنده أهمية كبيرة، حتى يشاهد في بعض. تحسون يتكلم في الستينات، يعني قاعد يعاود الإعلام عنده أهمية كبيرة، الحروب والإعلام، أو الإعلام كله تحت رجليكم، لم تعد الناس تستمع إليكم. جرايدكم ما راش، حتى السردين ما راش يتبع فيها، أخباركم ما كاش اللي يتابعها، أذنابكم وذبابكم ما كاش اللي يسمع له، برغم الإفساد، برغم الإجرام، يعني هذا صالح قوجيل اللي في فترة معينة كان متواطئ مع أحد أبنائه باش يقولوا باللي راهو خرف وعنده زهايمر باش ينحوا الورث للابن الكبير، يفتي عمره 94 سنة، حاطينه على أساس ما يسمى بمجلس السنة. هو إعلام على قول تبون 8500 صحفي كلهم تحت أرجل المخابرات الإرهابية، كله إعلام الرونجاس، لم يقنع أحد ولا يقنع أحد، فأصبح دوره هو تهديم والتدمير. لو كان جات البلاد بلاد وبحق يحكمها شعبها ويحكمها اللي يحبوا البلاد ويحبوا الشعب، 94 سنة راك ما زلت في السلطة وانت الشخص الثاني في البلاد. قالوا لي باش يوصل للمكتب بالعذاب، بالعذاب باش يحطوه في هذاك الكرسي ويجي يصوروه ويقرأ من ورقة ويخطئ فيها، وحديثه وكانه يخاطب الناس في الستينات. إذا سمحتوا لي نمر للملف الخارجي ثم نعود للوضع الداخلي، وفيه كما قلت راح نتطرق فيه إلى تبرئة ملزي، عبد الحميد ملزي، أحد كبار المجرمين تاع الفترة هذه اللي فاتت تاع 30 سنة الماضية. ما تعني تبرئته ولماذا هذه التبرئة وهذه الخصومات داخل النظام؟ بالمناسبة لعل البعض منكم أيضا راح يتابع، يعني أنا بمجرد ما توفر عندي دقائق التفصيلات راح نتكلموا عليها، وهو على المدير العام لموبيليس اللي هو كان ضابط سابق في الدرك. راح عندهم فضيحة كبرى أخرى، وهي تتعلق بهذا المدير العام اللي لقاوه بتواطؤ مع أحد النافذين داخل رئاسة الجمهورية، كان واضع عدد كبير من اللي عندهم موبيليس من كبار المسؤولين خاصة العسكريين، جنرالات كبار، كله كانوا يجسوا عليهم، يجسوا على بعضهم يعني. فتمت الإطاحة به، مروه عند CPMI، تعرض إلى تعذيب شديد، أعطاهم مجموعة أسماء وإلى آخره، راح ممكن نتكلم عليها أيضا في نهاية الحديث اليوم. خلينا نمر إذن في الملف الخارجي ونبدأه. الملف الخارجي: سجل قطاع قطاع صناعة السيارات في تركيا خلال الشهر الماضي مستوى قياسي لقيمة الصادرات. في شهر واحد صدروا ما يعادل 3.3 مليار دولار، وفي خلال السنة كلها سنة 2022 فإن تركيا صدرت ما يساوي 34 مليار
دولار، وهو تقريبا هو أكثر من دخل الجزائر 2020، ومش بعيد على دخل الجزائر في 2021 و22 من السيارات فقط. قبل سنوات تركيا لا تصنع أي شيء في قضية السيارات، تستورد كل شيء. أكثر من ذلك بدأوا بسيارات كهربائية، وقالوا أنهم أنتجوا أكثر من 20,000 سيارة من نوع توغ، وهي سيارات كهربائية تنافس ما هو موجود على الساحة الدولية. كما جاء من تركيا أيضا أنهم صنعوا بارجة كبرى حاملة طائرات هجومية مسيرة في العالم، وهي أول حاملة طائرات هجومية مسيرة في العالم، وسموها TCG أناضولي. وهذه حسب ما ذكروا من أخبار من أن هذه شاركت فيها 131 جهة تركية، وتستطيع أن تحمل 13 دبابة، 27 مركبة برمائية مدرعة، 6 ناقلات جنود، 33 مركبة عسكرية، 15 مقطورة، وبما مجموعه 94 مركبة فيكيل يعني، إضافة إلى 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية وأشياء أخرى. وقالوا أن مساحتها 231 متر وعرضها 32 متر، والحمولة تاعها 27,000 طن. خلينا نشوفوا إلى عندنا صورة لها. وفيه صورة لها وفي فيديو. طبعا كما قلت نحن ندين بشدة موقف الحكومة التركية، وعلى رأسها أردوغان اللي عنده تواطؤ، وهم يعرفوا حقيقة الوضع في البلاد في الجزائر ويعرفوا الحكم العسكري، ولكن من أجل مصالح تركيا داسوا على المبادئ، يتحدثون بالمبادئ هم لكن داسوا عليها، ويتعاونون مع هذه العصابة، خاصة مع تبون اللي عارفينه، واللي شركات تركية كما إسبانية إيطالية كورية كانت قدمت له كثير من المبالغ والشكاير. إذا نحن ندين الموقف التركي في موقفه من الحراك وفي موقفه من هذه العصابة اللي أردوغان جاي الجزائر أكثر من مرة، تبون راح عندهم إلى آخره، وكأن لا شيء يحدث. لكن في نفس الوقت وإنصافا لما يجري هناك يجب أن يقال من أنه منذ وصول حزب العدالة والتنمية، حزب أردوغان، قبل حوالي 20 سنة إلى السلطة، بدأوا في إبعاد كبار العسكر، كبار الجنرالات عن التدخل في السياسة. تركيا كان وضعها مثل الجزائر، واجهة مدنية ومن الخلف كمشة عسكرية تدير الواجهة المدنية، والأوضاع نتاع تركيا كانت سيئة. أنا أعرف تركيا من 86، الصيف اللي تخرجت فيه رحت فيه لتركيا وقضيت هناك شهر. بعد أن أحدث واحد التلاعب في النقاط نتاعنا، طلعت أنا رقم 3 بدل أن أطلع رقم 1 أو 2، لأنه في لينا كان عندنا حاجة يسموها لو فواياج داغريمون. هذا لو فواياج داغريمون بمعنى أن اللي يخرج رقم 1 ورقم 2 في السنة التخرج، في السنة النهائية سنة التخرج، يروح بسفر مدفوع من طرف المدرسة الوطنية للإدارة، طرف الحكومة، طرف الدولة. فالمهم طلعت رقم 3، فقلت أنا نروح وحدي ما عنديش مشكل يعني. ورحت لتركيا وقضيت شهر. كانت تركيا طبعا من الناحية السياحية، من ناحية الجغرافيا، من ناحية الأنهار، من ناحية شيء جميل جدا، لكن من ناحية الأسواق ومن ناحية العباد كانت شيئا بائسا جدا. وكانت يومها الجزائر العاصمة أنظف بكثير من اسطنبول، وأجمل من ناحية التعامل تاع الناس، ومن ناحية نتكلم عن الثمانينات. روح شوف الآن الفرق، فرق رهيب جدا.
فمنذ أن وصل أردوغان والحزب نتاعو بدأوا في إبعاد الجنرالات عن التدخل في السياسة، فبدأ الجيش التركي يصبح أقوى أفضل، ولكن جاءت محاولة الانقلاب في 2015 أعطت فرصة لأردوغان أنه مش فقط يبعد الجيش عن السياسة، وإنما حاولوا يقتلوه كما تعرفوا، قاموا عليه بانقلاب، فقام بإبعاد الآلاف من كبار الضباط. رجعوا بعد رجعوا منهم المئات إلى آخره، لكن بقوا مئات مبعدين في السجن أو مبعدين نهائيا، واتخذوا قرارات بإبعاد الجيش نهائيا عن السياسة أو عن البزنس أو عن التجارة. ولعب وزير الدفاع وجنرالات مؤمنين بالدولة المدنية ومخابرات تركيا كلهم لعبوا دور في إبعاد الجنرالات تاعت بزنيس وتاع التدخل في السياسة وتاع الحكم من الخلف إلى آخره. منذ ذلك الحين خاصة من 2015 تطور الجيش التركي تطور هائل على كافة المستويات، مش فقط على مستوى العقيدة القتالية لا، خاصة على الصناعات الدفاعية. اليوم وصل أن تركيا تعتبر لعبت دور رئيسي في الوقت اللي كانوا الأوروبيين والأمريكيين مش متأكدين أن أوكرانيا تستطيع أن تواجه الروس، فإن تركيا وطائرات تركيا المسيرة لعبت دور رئيسي في إيقاف الهجوم الروسي اللي كان في بداية مارس 2022. واليوم الطائرات خاصة الطائرات المسيرة بيرقدار وغيرها من الطائرات المسيرة الآن عندهم أنواع عديدة جدا تباع في العالم أجمع، وعندهم قائمة من الزبائن اللي راهم ينتظروا في شراء الطائرات التركية المسيرة، لأنها أثبتت من أنها واحدة من أقوى الطائرات المسيرة. الولايات المتحدة طبعا ما عندها أقوى بكثير، لكن الولايات المتحدة ما تبيعش هذه الطائرات إلا للكبار الحلفاء فقط، ومرات ما تعطي لهمش كل شيء. فكثير من الجيوش الآن جيوش أوروبية تشتري هذه الطائرات التركية. منذ 2015 إذن تم إبعاد الجنرالات عن السياسة وعن البزنس وعن التدخل نهائيا، وجاءوا جنرالات في تركيا يامنوا بالدولة المدنية ويتلهوا بالجيش، فقوية العقيدة وقوية القدرات القتالية. كل الدراسات العسكرية في العالم تتكلم على هذا، ثم أصبحت لديهم صناعات دفاعية، صناعات عسكرية، يعني من بين الأكثر تطوراً في الدول هذه الضعيفة، مش نحكي عن الدول الكبرى. الآن تركيا تزاحم، وهي واحدة من الدول العشرة التي تصدر الأسلحة في العالم، يعني دخلت إلى مجموعة العشرة اللي تصدر الأسلحة في العالم. قبل 20 سنة كان جيشاً متخلفاً يتدخل في السياسة، يتدخل في البزنس مرتشياً، يحكمه جنرالات عجزة كبار، شبيه بما يحدث عندنا. ولذلك هذا أحد الأمثلة لمن يريد أن يرى مثال عملي. ها هو مثال الدولة المدنية عندما يبتعد كبار الجنرالات عن التدخل في الشأن العام ويتلهوا بالشأن العسكري، فهذا فائدة للجيش وفائدة للشعب، وكلاهما في قيام دولة قوية وبلد لا يخشى فيه الناس. الشيء العجيب هو أن أكبر خصوم أردوغان لم يقفوا ضده، لم يقفوا مع الانقلاب، وقفوا ضد الانقلاب في 2015. وهذا كان أحد الأسباب. تعرفوا أن البرلمانيين كلهم راحوا في ليلة الانقلاب، راحوا للبرلمان في أنقرة. أكثر من 3/4 البرلمانيين وصلوا إلى البرلمان اللي كانت باش تقصف الطائرات الانقلابيين، وقالوا كلهم أنهم في خصومة مع أردوغان، لكن هذه خصومة بين المدنيين، خصومة سياسية، تنافس سياسي، ولكن يرفضون الانقلابات العسكرية. لماذا؟ لأن هؤلاء وبعضهم من أعتى خصوم أردوغان يعرفوا أن تدخل العسكر يؤدي إلى تدمير الجميع، يؤدي إلى إضعاف الدولة، يؤدي إلى إنهاك البلاد، يؤدي إلى تفقير الشعب. هاي وين توصل تركيا اليوم، تصنع حاملة طائرات
وخاصة أنها حاملة طائرات للطائرات المسيرة، درونز، إضافة لهليكوبترز والدبابات إلى آخره. وقبل 2 أو 3 أعلنوا عن صناعة دبابة، ليس دبابة عادية تمشي بالطاقة الكهربائية، يعني يصنعون دبابات، ومش فقط دبابات متفوقة لأنها تمشي بالطاقة الكهربائية. في 20 سنة تغير الوضع. كان بلد تاع الرشوة، تاع الفساد، نتاع الطرقات الفاسدة، نتاع تمشي يجروا يبيعوا لك، إلا ما تشريش عليهم يسبوك إلى آخره. هاي الناس اللي رحت لتركيا، أنا طبعا عندي الآن أكثر من 2 ما رحتش، لأن باختصار بسيط أصبحت تركيا خطر علينا، خطر على حرار الجزائر، ومن هنا ندين هذا الموقف التركي. ولكن في نفس الوقت بالنسبة لتركيا نظام مدني، هم عندهم انتخابات بعد شهر، نظام مدني وابتعاد الجنرالات عن التدخل في السياسة أدى إلى قيام نظام قوي وجيش قوي. كلما ابتعد الجيش عن التدخل في السياسة كلما كان قويا، كلما تدخل في السياسة وفي البزنس كلما كان ضعيفا، لأنهم يولوا ملتهين بالأوضاع السياسية، وجيب هذا ودي هذا وحط هذا، بالصراعات والخصومات اللي بيناتهم، ويزيد يدخلوا في البزنس وفي التجارة. وش يبقى له وقت باش يركز على الجيش أو على الصناعات الدفاعية أو العسكرية؟ لا شيء، ما يبقى له شيء. هذا إذا كانت عنده فطنة وذكاء إلى آخره. وهذا هو حالنا المتردي اليوم بكل أسف. في موضوع خارجي آخر، لعل البعض منكم تابع زيارة ماكرون ومسؤولة السياسة المفوضية الأوروبية إلى الصين. والحقيقة أن الولايات المتحدة عندها اليوم مشكلتين. هذا ال3 أيام ظهرت مشكلتين أساسيتين للولايات المتحدة، راح نتكلم عليهم كل يوم، اليوم في 2. مشكلة التسريبات، تسريبات الوثائق هذه اللي هي الوثائق الأمريكية اللي سربت، وثائق بالغة الأهمية تتراوح ما بين سكري وتوب سكري، ما بين سري وسري للغاية. والمشكلة الثانية أحداثها لها ماكرون، تصريحات ماكرون في الصين، وتصريحاته أيضا خاصة وهو عائد في الطائرة، أدلى بتصريح لجريدة مشهورة أمريكية تسمى بوليتيكو، وكانوا فيها طبعا مراسلين آخرين، وانتقد الموقف الأمريكي من الصين خاصة في قضية تايوان، وقال من أن أوروبا يجب أن لا تكون ذنب، يعني لا تكون ذنب ذيل تاع الولايات المتحدة في قضية الصين، وأنه ليس من مصلحة أوروبا أن تدخل في صراع وخصومة مع الصين. يبدو أن ليبينغ قد أثر عليه فعلا، وهذه التصريحات أغضبت الأمريكيين بشكل كبير جدا. علقوا عليها بطريق غير مباشر أحيانا بعض الجهات، خاصة الناطقين باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية، لكن ما زال ما جاش الموقف الأمريكي من كبار المسؤولين الأمريكيين. لكن هذا موقف سيء جدا بالنسبة للولايات المتحدة. لماذا؟ في الحقيقة لأن الولايات المتحدة تريد، كما قلت عدة مرات، الاستراتيجية الكبرى، الهدف الأسمى للولايات المتحدة أن تظل إمبراطورية أولى تتحكم في العالم. المنافس الأقرب لها والأخطر عليها هو الصين، آخرين كلهم بعاد. روسيا بعيدة وزادت مع هذه الحرب أصبحت أبعد مما كانت. اليابان لا تستطيع أن تنافس الولايات المتحدة، بل هي حتى صناعيا الولايات المتحدة ضغطت عليها في عدة اتجاهات، وهي محمية أمريكية فيها عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين. الهند بالرغم من أنه لديه إمكانيات للمنافسة، ولكنه بلد يحكمه المتطرفون الهندوس، وفيه عشرات الأقليات والصراعات والأديان، ويعني عندها الهند إمكانيات ربما في المستقبل، لكنها الآن ما هيش من البلد اللي يقدر ينافس. أوروبا
اللي كانت أيضا عندها قدرات كاتحاد أوروبي لمواجهة ومنافسة الولايات المتحدة، جاءت حرب أوكرانيا فجعلتها كلها، دخلتها للصف الأمريكي وجعلتها كلها تابعة للمواقف الأمريكية. إذا بقات من؟ الصين. فالصين من الناحية الاقتصادية هي الأقرب إلى الاقتصاد الأمريكي. الآن الصين تمثل أكثر من 80% من الاقتصاد الأمريكي، في حدود 3 إلى 5 سنوات قد تصل إلى مساواة الاقتصاد الأمريكي. وفي بعض الجوانب الاقتصاد الصيني أفضل، خاصة في قضية المديونية. فالصين هي اللي مسلفة الأمريكان أكثر من 1000 مليار دولار، ومسلفة دول أخرى عندها كاش كثير. طبعا باعتبار الصين هي أكبر مصدر في العالم أيضا. فالاستراتيجية الأمريكية إذن هي إضعاف الصين. وإضعاف الصين تقوم الولايات المتحدة بمجموعة من التحركات. مثلا كاين تحرك هذا الأوكس اللي هي تحالف بريطاني استرالي أمريكي، بحيث أنها تحاصر الصين من جانب الأسترالي، من جانب المحيط، خاصة في المحيطين، المحيط الهندي والمحيط الهادي. ثم تحالفات الولايات المتحدة عادت تقوية التحالفات، وعادت حتى إصلاح الأوضاع والشأن ما بين اليابان وكوريا الجنوبية، هم متخاصمين لكنهم في اثنين حليفين لأمريكا. أمريكا توسطت بيناتهم باش يعاودوا علاقات ويبنوا علاقاتهم من جديد. الكوريين الجنوبيين يحتجون على اليابان وما فعلوه فيهم في الحرب العالمية الثانية بشكل خاص، خاصة في النساء الكوريات. مئات الآلاف منهم استعبدوهم استعباد جنسي يعني. فالولايات المتحدة إذن تقيم تحالفات أكبر مع اليابان، مع كوريا الجنوبية، مع إندونيسيا، مع الفيتنام، مع الفلبين، هذو كلهم باش تحاصر الصين. ثم في قضية تايوان صعدت الولايات المتحدة واستفزت بشكل كبير الصين. لذلك الصين قامت هذه ال3 أيام الأخيرة بمجرد مغادرة ماكرون، قاموا بأكبر، أخروها شوية لما كان عندهم ماكرون، ثم على أساس أنهم، لأن الصينيين الآن درك نقول لكم شنو الهدف الرئيسي تاع الصين في الحقيقة. إذن الصين قامت بمناورات كبرى، لأن الولايات المتحدة رئيسة تايوان، وتايوان هذه تقدروا تشوفوها في الخريطة بطبيعة الحال. تايوان هذه تعتبر قطرة من الصين، يعني هي جزيرة صغيرة مساحتها في حدود 36 ألف كيلومتر مربع، أي أقل 270 مرة من الصين، وعدد سكانها في حدود 24 مليون، أي أكثر من 60 مرة من عدد الصين. إذن فهي لا شيء بالنسبة للصين. لكن هذه تايوان عندها حماية أمريكية، وهذا يغضب الصينيين، لأنهم كانوا اتفقوا مع الأمريكيين في السبعينات على صين واحدة، أي أن الولايات المتحدة لا تعترف بتايوان، وهي بالفعل لا تعترف بها رسميا، ولكنها تعتبرها من الخطوط الحمر، وزادت في استفزاز الصين في قضية تايوان. إذن الولايات المتحدة تحاول أن تحاصر الصين في كل مكان، وبالنسبة للصين الهدف نتاعها هو تغيير هذا النظام العالمي الرأسمالي اللي تهيمن عليه الولايات المتحدة، واللي يجعلها دائما في محاولة إضعاف الصين. فالهدف الصيني إذن، خاصة مع زيارة ماكرون ما راحش وحده، رحت معاه رئيسة المفوضية الأوروبية. هي قبل ما تروح هذه المفوضية الأوروبية تكلمت، دارت تدخل، وفي تدخلها هاجمت، دارت يعني تدخل صحفي، هاجمت الصين، لكن راحت للصين. فالصينيين تعاملوا معها بنوع من التعالي. حتى الوزير اللي بعثوه له باش يستقبله هو وزير الشؤون البيئية، هو من بين آخر المناصب في الحكومة الصينية، وما خلوهاش تكون في الاحتفالات الرئيسية أو في اللقاءات الرئيسية اللي كانت ما بين ماكرون وليبينغ هذا أو شيبينغ هذا. إلى درجة أن بعض التسريبات الصحفية قالوا أن ماكرون تدخل عند الرئيس الصيني باش تحضر في بعض اللقاءات يعني، وتصورها الكاميرات معه باش ما يحدثش هذا مشكل في أوروبا. هدف الصين هو إبعاد إلى أقصى الحدود، إبعاد أوروبا، جعل أوروبا لا تتبع الولايات المتحدة في محاصرة الصين.
هدف أوروبا اللي راح عبّر عليه ماكرون هو أن يضغطوا على الصين لكي تضغط على روسيا لكي توقف الحرب في أوكرانيا. أي إبعاد الصين من جهة، إبعاد الصين على روسيا لا تتحالف معها، لأن لو كان يحدث تحالف هذا تحالف نهائي أو رسمي، هو ما زال في بداياته. لو كان يحدث تحالف عسكري حقيقي يعتبر شيء مرعب للغرب، مرعب حقيقة يعني، ما بين الصين وروسيا. فهدف الأوروبيين هو إبعاد الصين على روسيا، وفي نفس الوقت إقناع أن الصين تضغط على روسيا لكي يقبل بوتين بوقف الحرب، لأن هذه الحرب أضعفت أوروبا بشكل غير مسبوق، وهي ستضعفها أكثر. لكن هذا الموقف اللي عبر عليه ماكرون واللي انتقد فيه الموقف الأمريكي في موضوع تايوان، وقال بأن أوروبا لا يجب أن تكون تابعة للموقف الأمريكي، وأن أوروبا يجب أن تكون عندها ما يسميه هو بالأوتونومي استراتيجيك، أي الاستقلالية، نوع من الاستقلالية الاستراتيجية في شؤون العالم. هذا ليس متفق عليه داخل الاتحاد الأوروبي. دول أوروبا الشرقية بشكل خاص، إذا استثنينا منهم المجر، لكن بولندا، رومانيا، لاتفيا، إستونيا، ليتوانيا ودول أخرى، هذه ترى أن الموقف الفرنسي خاطئ تماما، وأنه الأمريكيين فقط هم الذين يستطيعون الدفاع عن أوروبا. دول أخرى كبيرة مثل إيطاليا وألمانيا خاصة، تجد أن الموقف الفرنسي مقبول في حدود معينة، ولكن تحالف مع أمريكا هو أولى من الانفصام عنها، وإلا هذا سيحدث لهم أن أوروبا تكون تحت الخطر الروسي خاصة. وهدفهم الرئيسي هو إخراج روسيا من أوكرانيا وإضعافها، ثم ربما ينظرون في الملف الصيني، أنهم ما يتبعوش أمريكا في الضغط على الصين، حتى لا تجد أوروبا نفسها أيضا في مواجهة مع الصين، إضافة إلى المواجهة الروسية. هم يعتبرون أن الخطر الأكبر بالنسبة إليهم هو بوتين وروسيا عموما، وأنه يجب أن لا نقوم بالاليناسيون، لا نقوم بإبعاد الصين حتى لا تتحالف مع الروس. يجب أن نبقي على التعاون وعلى التجارة وعلى الضغط سوفت باور نتاعهم، على الضغط على الصين حتى لا تتحالف من جهة مع روسيا وتضغط عليها الانسحاب من أوكرانيا. بعدها ممكن الحديث، أنا نتكلم هنا على بعض المواقف الأوروبية، الحديث على الابتعاد عن الموقف الأمريكي في قضية الصين. لكن الرئيس الفرنسي يجد نفسه تقريبا وحيدا في هذا الموقف، وهذا ليس جديد على الفرنسيين. الفرنسيين دائما يحبوا ينفصلوا عن الهيمنة الأمريكية. يعني وجدناهم في الستينات أن ديغول انسحب من الحلف الأطلسي، ولم يعودوا إلى الحلف الأطلسي إلا لما جاء ساركوزي. يعني قعدوا حوالي 30 سنة أو أكثر، 40 سنة منفصلين على الحلف الأطلسي في الجانب العسكري، بقوا في السياسي ولكن خرجوا من التحالف العسكري. لكن لما جاء ساركوزي باعتباره برو لوتون وبرو نيتو، عاد. ساركوزي كان من أكثر الرؤساء الفرنسيين قربا من المصالح الأمريكية وخدمة المصالح الأمريكية. ماكرون في الحقيقة ليس مخطئ تماما، بالرغم أني شخصيا يعني لا أحبه نهائيا هذا الشخص، لكن طبعا القضية هنا ليست قضية من نحب أو لا نحب، وإنما قضية تحليل الموقف الفرنسي فيه بعض محق في بعض ما يقول، لأنه حقيقة السياسة الأمريكية تستفز الصين استفزاز كبير جدا، وإلا ما كانت نانسي بيلوسي تروح العام الماضي إلى تايوان. اليوم راهي الرئيسة التايوانية في الولايات المتحدة، مستقبلينها كبار قادة الحزب الجمهوري وبعض الديمقراطيين إلى آخره. فهذا فيه استفزاز كبير للصين، وعملية حصار الصين لن تنجح، ولذلك هنا الموقف الفرنسي في هذا محق. لكنه مرة أخرى
ما زال يفكر وكأنه إمبراطورية، ما زال يفكر وكأن فرنسا هي فرنسا تاع القرن التاسع عشر أو حتى تاع النصف الأول من القرن العشرين. ما زالوا الفرنسيين وماكرون يفكروا بأن قدرتهم على التأثير، في حين أن أوضاع ماكرون داخل فرنسا مهتزة تماما وسيئة تماما، والغضب الشعبي يتعاظم. إذن فعنده نوع من العظمة الفارغة، بالرغم أنه في العمق من الأفضل أن لا يتم حصار الصين بالموقف الأمريكي كما هو الآن، لكن هذا الموقف الفرنسي ليس له المينز، ليس له الوسائل. وأعتقد أن الولايات المتحدة بعد هذا الموقف من ماكرون قد تجد نفسها ربما أكثر في دعم الخصوم نتاع ماكرون. ووجدنا في الحقيقة الآن تتكشف ودرك نشوفوها ربما أن الولايات المتحدة حسب هذه الوثائق، وهنا ننتقل لهذا الموضوع. طبعا موضوع الصين هذا ما زال نرجع له عدة مرات. هذه الوثائق اللي خرجت، من بين ما جاء في هذه الوثائق أن الولايات المتحدة قالت من أن تجسست على الموساد الإسرائيلي. وقالت الولايات المتحدة، لأن خلينا قبل نقولوا شنو هي الوثائق. الوثائق هما سلايدز، يعني هما مش عارف كيش نديروا الترجمة نتاع كلمة سلايد، لكن هما وثائق تقدم لكبار المسؤولين الأمريكيين. بالمناسبة تأكدوا الآن الأمريكيين أن هذه الوثائق خرجت من الولايات المتحدة وليس من بلد آخر. يوم الجمعة اللي فات حبسوا كل التعاون مع الدول الأخرى في انتظار أن يعرفوا كيف تسربت هذه الوثائق. الآن تبين أن هذه الوثائق هي وثائق التي تسربت، وهي عبارة عن 100 سلايد، 100 شريحة نتاع بريزونتاسيون. أن هذه السلايدز في الغالب تقدم إلى كبار المسؤولين الأمريكيين، الرئيس الأمريكي، وزير الدفاع، وزير الخارجية، قائد الجيوش الأمريكية إلى آخره، إلى كبار المسؤولين، قائمة فقط اللي يطلعوا على هذه الوثائق. وبالتالي قالوا من أن هذه الوثائق خرجت من الولايات المتحدة لأن الحلفاء ما عندهمش كل هذه الوثائق، كل واحد عنده جزء صغير لكن ما عندهمش كلها. والأمر الثاني أنها الوصول لهذه الوثائق لا يصل إليها إلا بعض كبار المسؤولين أو مساعديهم. فالآن الشك الأكبر أن هذه تسريب هذه الوثائق خرج من عند أحد المساعدين تاع كبار المسؤولين، يعني سكرتيره الخاص أو سكرتيرة الخاصة، المساعد المقرب منه إلى آخره. خرجت من عند واحد من هؤلاء. خرجت في نظريات أيضا تقول باللي ربما هذه التسريبات هي الولايات المتحدة أخرجت هذه الوثائق وتقول باش تخرج بعض المعلومات، نظرية من أن الولايات المتحدة هي اللي خرجت. هذا ليس صحيح، لأن المسؤولين الأمريكيين اللي تحدثوا لحد الآن قالوا أن هذه الوثائق تضر، كشف هذه الوثائق يضر بشكل كبير بالأمن القومي الأمريكي. فلا يعقل أنهم يقوموا هم بتسريبها في حين أنهم يعترفون أنها تضر بالموقف القومي الأمريكي. إذن هذه الشرائح كما تسمى أو سلايدات الآن يقولوا أنها أخطر من حيث الأهمية تاع اللحظة، بالرغم أنها 100 وثيقة فقط، 100 شريحة، لكن من حيث أهميتها أن هناك حرب دائرة، وأنها تتحدث هذه الوثائق تتحدث خاصة عن الحرب في أوكرانيا، ولكن ليس فقط في أوكرانيا، تتحدث على أشياء أخرى. من الأشياء اللي تتحدث عليها هذه الوثائق هو أن الموساد، جهاز المخابرات الإسرائيلي الصهيوني، يشجع المظاهرات ضد حكومة نتنياهو. وقالوا بأن هذه المعلومات، هذه الوثائق المسربة أظهرت ذلك، أي أن الانقسام، الحقيقة هذا يؤكد ما كنا قلناه من قبل، أن الانقسام في الكيان الإسرائيلي انقسام عميق جدا، إلى درجة أن مخابرات الخارجية نتاع الكيان الإسرائيلي متدخلة في الشأن الداخلي وتشجع المظاهرات اللي يقوموا بها الصهاينة العلمانيين أو يقوموا بها العلمانيين عموما في الكيان الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو المدعومة بالصهيونية الدينية. وقلنا أن الخصومة هناك اليوم هي خصومة من بين الصهيونية في جانبها الديني وفي جانبها العلماني. الصراع اليوم في الكيان الإسرائيلي
هو صراع متعدد على عدة جهات، ولكن أخطر ما فيه هو صراع داخل الصهيونية ما بين الجانب الصهيوني المتدين والجانب الصهيوني العلماني. إذن فالموساد قالوا أن هذه الوثائق أظهرت من أن الموساد متدخل في الشأن. مش هذه الوثائق لم تظهر ذلك فقط، أظهرت أيضا أن الولايات المتحدة تتجسس على الكيان الإسرائيلي وتتجسس على كوريا الجنوبية، يعني تتجسس على حلفائها ليس فقط على خصومها وأعدائها. هذه الوثائق أيضا اللي اعتبرها البنتاغون اليوم قبل قليل، تصريحاته البنتاغون يعني وزارة الدفاع الأمريكية، أن عملية تسريب ترجح أنها حصلت لوثائق أمريكية سرية عدد كبير منها على الصلة بالحرب بأوكرانيا، تشكل خطر جسيما جدا، خطر جسيم جدا، خطر كبير جدا على الأمن القومي للولايات المتحدة. قالوا من أن هذه الوثائق أن الروس يكونوا هم اللي بعد ما تحصلوا عليها هم اللي نشروها، ولكن الروس دخلوا وعدلوا بعض المقاطع فيها، خاصة اللي تتعلق بالخسائر الروسية. الأمريكيين قالوا أن الخسائر الروسية أكثر بكثير مما أظهرتها الوثائق، ولذلك هم يعتقدون من أن الروس تدخلوا وأنهم هم اللي قاموا بنشرها، لأنهم تدخلوا في هذه الوثائق وعدلوا من الخسائر الروسية. الأمر الآخر في هذه الوثائق وخطورتها أنها كشفت خطط كثيرة جدا للجيش الأوكراني، وكشفت أيضا التدخل الأمريكي والناتو، صحيح بأعداد قليلة جدا، ولكن متواجدين، عسكر الناتو متواجد كخبراء كمستشارين كمدربين داخل أوكرانيا وليس خارج أوكرانيا فقط. المهم أن هذه الوثائق الآن يجمع الإعلام الأمريكي. الشيء القوي أن الإعلام الأمريكي ينشر ويكتب، ما عندوش هذه تاع ما يسمى بلا ريزون ديتا إلى آخره. ورايحين نشوفوا أشياء كثيرة جدا. ربما المرة القادمة نجيب لكم حتى الوثائق بعض المقاطع منها ونقرأها منها في حد ذاتها. يعني الإعلام الأمريكي يقول من أن يتأكد الآن من أن هذه الوثائق تضر وأضرت بالولايات المتحدة وبأمنها القومي وتضر وما زالت تضر، وأنه قد يلجؤون إلى تغيير كثير من الخطط داخل أوكرانيا كما داخل الولايات المتحدة قد يلجؤون، لأنها كشفوا بعض الأسماء عملاء الروس اللي يتعاملوا معهم. هذه واحدة من أكبر المخاطر أيضا بالنسبة للولايات المتحدة، أن كان عندها كثير من الجواسيس كانوا موجودين أسمائهم في هذه الوثائق حسب التسريبات. أنا ما زال ما شفتش الوثائق هذول، لكن حسب ما كتبته الصحافة الأمريكية بشكل خاص. نتوقفوا هنا في هذا النافذة الخارجية باش يبقى لنا شوية وقت باش نحدثوا على البلاد. وفي الحديث عن البلاد أو العودة للحديث، خلونا نشوفوا نبدأ بهذا الموضوع. هنا مش عارف لا تبالكم الكتابة، لكن هذا واش كانوا يكتبوه على ملس لما اعتقلوه. قال لك كان مثلا بين الأشياء أنه كان هو المشرف على الولاية رقم 49 كما يحلو الجزائريين تسميتها، يعني كلوب دي بان. كانت عنده تحت إدارته 150 سيارة، أموال خيالية مهربة إلى الخارج قدرت بحوالي 3800 مليار. هذا من الإعلام العصابة لما اعتقلوه. 16 شركة بأسماء أولاده، آلاف الهكتارات من الأراضي ذات الطبيعة الصناعية والفلاحية بعدة ولايات، الاستفادة من قطع أرضية باستعمال بطاقة فلاح، كان عنده بطاقة فلاح، 6 محلات تجارية كبرى في العاصمة وتيبازا، ثمان فيلات، منها 3 بإقامة موريتي، فيلا بشاطئ النخيل سيدي فرج، فيلا بحي القدس بالشراقة، فيلا بحيدرة، فيلتين بأولاد فايت،
3 شقق في كل من القبة ودال إبراهيم. شركة كبيرة متخصصة في الاستيراد مقرها باريس. أملاك عقارية باسم زوجته في فرنسا. راني هنا نشوف من إحدى قنواتهم وما خفي أعظم. من بين أيضا الأشياء الأخرى هو أن عنده الشركة اللي تسمى HIC أو HES، اللي هي شركة خدمات فندقية. وخلينا نشوف شهادة. هو أنا عارف أن هذا الشخص أيضا يكرهه أغلبية الناس خاصة بعد خرجته الأخيرة، لكن يفيدنا في شهادة كان قالها في 2019. طبعا الآن هذا راه واحد من المرعوبين بعد إطلاق سراح ملسي وبعد الآن تبرئته. هو هذا. نادي صنوبر بنية المفروض يشرف عليه وزير السياحة، منع، قالوا لا. خلينا نشوفوا مقطع من حديث بن قرينة. فندق نادي أنا النهار اللي حبيت نوقف هذا السيد هذا من بالك بتضحكوا عليا، النهار اللي كنت باغي نوقف هذا السيد هذا من الخدمة نتاعو، لأني كنت أنا المسؤول المباشر عليه ملزي هذا في 99. أول حاجة البيت نتاعي في نادي صنوبر لاصق فيها بيت تابع ليا، جاء نحلي البيت تاعي. رقم 2 أصدروا وقتها قرار أصبح نادي صنوبر مش تابع لوزير السياحة، ولي أول مرة كان تابع ليا. نهار اللي درت له إنهاء المهام قالوا لي هذا مش تابع ليك، داروا مرسوم أصبح مش تابع لي، نحوه ليا وضموا له موريتي، ورغم أني رفضت وقتها كوزير، ومن بعد درت رسالة رفض عدم الحضور للاجتماع، وباعوا موريتي بالدينار الرمزي. وزير القطاع اللي مسؤول على موريتي ونادي الصنوبر نزعوا له نادي الصنوبر ونزعوا له موريتي، وداروها تابعه لرئيس الحكومه انذاك احمد يحيى، وباعوا الفيلات نتاع اللي تسوى 20 و30 مليار، باعوها. اغلى فيلات باعت ب 14 مليون سنتيم، 14 مليون سنتيم. ووزير القطاع رفض واحتج وما حضرش الاجتماع مجلس مساهمه الدوله. فندق نادي شيراتون نادي صنوبر بنية المفروض يشرف عليه وزير السياحة، منع، قالوا لا يشرف عليه ملزي، وأشرف عليه ملزي لأنه هو تابع للخزينة العمومية ومش تابع للقطاع الخاص. أشرف عليه ملزي، أعطاه بما يقارب 200 مليون دولار، 200 مليون دولار فندق. وهذا الشيء كله مكتوب، والاستاذ علي بن فليس نظن يشهد، لان ملف من الملفات فعلته مازال موجود عندي ولله الحمد. الارشيف ما مزقتوش، كان وقتها مدير ديوان سي عبد العزيز بوتفليقه، وكان هذا سبب من الاسباب اللي استقلت منها في الحكومه. اذا قلت فندق شيراتون تمد ما يقارب 200 مليون دولار، والمفروض يمدوا وزير السياحة، مدوه لشخص، مدوا شخص بأي حق في دولة شخص يمد 200 مليون دولار، ووقتها كانت الدولة الجزائرية عاجزة عن تسديد الديون نتاعها. هذا جزء من حديث هذا الخبارجي، كما قال هو، قال كلنا خبارجية، وقال لازم الجزائريين يخدموا خبارجية عند العسكر، عند الجنرالات. طبعا هذا ناخذ منه الشهاده تاعو، هو هذا في الحقيقه واحد من المفسدين، مش فاسدين، مفسدين، في فرق ما بين الفاسد والمفسد. واحد من بين، هذا بن قرينة، واحد من بين المجرمين، واحد من بين الخبارجيه باعترافه هو. لكن هنا يشهد شهاده. هذه الشهاده متى كانت؟ شهاده بعد ما سقط ملسي. هذه الشهاده بعد ما سقط ملسي وسجنوا القايد صالح انذاك في اطار صراع الاجنحه، ما هوش في اطار تنظيف البلاد او هذاك. بطبيعه الحال لو كان تنظيف البلاد ما يبقاوش ولاد القايد صالح من الاباطره ومن كبار اللصوص ايضا، موضوع اخر. اذا هنا يشهد، قال لك ان فيلات تسوى 20-30 مليار، هذه في نهايه التسعينات
تباعت ب 14 مليون سنتيم، أي تباعت بأقل من 1000 مرة قيمتها. 30 مليار سنتيم هي 30,000 مليون. لو نفترض فقط الفيلات تساوي 20,000 مليون، 20 مليار يعني 20,000 مليون، تباعت ب 14 مليون، أقل من 1000، قريب 1300 مرة من قيمتها الحقيقية. هاو كيفاش يولوا مليارديرات. أحيانا باختصار بسيط، يشروا أملاك الشعب اللي هو تسمى أملاك الدولة، هي أملاك الشعب، يشروها بالدينار الرمزي بمليون، ب10 ملايين، 20 مليون، 30 مليون، اللي هي تسوى بالملايير. هذا اعتراف منه. هذه هذا واحد الأشياء. وقال شيء آخر هنا، هذا الخبرجي هذا على ملزي، قال لك أن عطاوه الملزي باش يبني الشيراتون ب 200 مليون دولار. تكلموا 99. أنا ذاك 200 مليون دولار أولا قيمتها أكثر من 200 الآن، وثانيا أنا ذاك ما كانش كاين في الخزينة مال، المال كله راح في الحرب القذرة. ويضيف هو في هذا التعليق، بلك من بعد المساعد ينشره على صفحة الفيسبوك، يضيف يقول لك بأن الصينيين بناو فندق وهداوهن كلفهم 45 مليون دولار، وهو شبيه بالشيراتون. أن الشيراتون كلف حوالي 5 مرات القيمة التي يجب أن. طبعا ملزي هذا اتهامات كثيرة وكثيرة جدا، بعضها خلينا نشوفها هنا. $18 مليون أورو ترانسفيري فير لإسبان، هذا أيضا من بين جرائدهم اللي نشروها المرة اللي فاتت، اللي نشروها لما اعتقلوه. و 40 مليار دينار يعني 4000 مليار سنتيم لتجديد ما يسمى بالبارك زيولوجيك وجنان الميثاق ولا ريزونس ديتا إلى آخره إلى آخره. يعني واحد من كبار اللصوص تصدر تبرئته اليوم. كانوا طلقوا سراحه قبل أكثر من سنة، طبعا مش وحده، مع علمي هذا راح نرجع له مرة أخرى في إحدى اللايفات القادمة إن شاء الله. ما الذي يحدث؟ هو عندك نسمعوه الآن. السيد عبد المجيد تبون، ما هي الأولويات الثلاثة الأولى للسيد عبد المجيد تبون الرئيس باختصار؟ الأول الدستور، قانون الانتخابات، والإعفاء المظلومين من العصابة. هذه الأولويات الثلاثة. الإعفاء عن المظلومين من العصابة، يعني يكونوا عصابة ويكونوا مظلومين، بالرغم من أنهم أخرجوا يوم القبض عليه، أخرجوا. والحقيقة أن قد تكون في مبالغات، لأن لما يلقوا القبض على واحد ربما يبالغوا في اتهامه، لكن النهب نتاع ملزي معروف على نطاق مش محلي فقط، مش على نطاق الجزائر، على نطاق عالمي. يعني معروف، كتبت عليه كثير من الجهات. وهذا ملزي موجود في كمسؤول على كلوب دي بان وعلى زيرالدا وعلى ما يسمى ب أملاك الدولة، أو في مقرات الدولة، مقرات الرسمية، قبل أن يأتي بوتفليقة. لا أتذكر إذا كان في 95 أو في 97، لكنه مسؤول منذ ذلك التاريخ قبل أن يأتي بوتفليقة. ولما هذا الخبر تاع بن قرينة حب ينحيه، كان يعتقد باللي هو صح وزير، جاء باعترافه بن قرينة، اعترافه هو شخصيا، يقول لك جاء ملزي نحاله الدار اللي في كلوب دي بان، كان عنده 2 ديار، هو يعترف هنا بن قرينة كان عنده دار وقال قدامها دار واحدة أخرى، نحاله الدار الأخرى، يعني نحاها له، مع أن بن قرينة كان هو مسؤول، هو الوزير، والآخر المفروض أنه فقط مدير لإقامة رسمية. ومش فقط هذا، إنما نقلوا كل الإقامات الرسمية اللي يشرف عليها ملزي إلى رئاسة الحكومة. الآن راهي في رئاسة الدولة، الآن راهي عند تبون والمجرمين اللي معه.
الخبرجي تاع بن قرينة كان يحسب روحه صح وزير، كان يحسب روحه صح عنده نفوذ وعنده، فلقى روحه باللي مش قادر حتى ينحي مدير على الإقامات الرسمية. لماذا؟ ليس فقط لأهمية ملزي، ولكن أيضا لأن هذون جابوهم في الحقيقة، هذو جماعة رحم الله الدبابة التي حمت الديمقراطية، جابوهم داروا بهم ديكور، داروا بهم ديكور باش يبانوا أن هم الإسلاميين يشاركوا في الحكم مع العلمانيين تاع الار سي دي، والحكم من والعسكر يحكم من الخلف. جابوا خالد مسعودي وعمر بن يونس من الار سي دي، وجابوا هذا بن قرينة وبوجرة السلطاني وثلاثة ولا أربعة من عندهم من الحزب، مرة يبدلوا بهم ويحطوهم كديكور. هؤلاء مجرمين كبار ساهموا في خداع الناس، في خداع الشعب. أغلبية الشعب كانت تعرف الحقيقة آنذاك، لكن خاصة الناس اللي ربما جاوا من بعد أو الشباب أو ما يعرفوش كثير من الحوايج ربما خدعوهم. طبعا تبينت الأمور مع الحراك، لكن هؤلاء لم يكونوا إلا واجهة، ولذلك هو خرج شعر بالخطر. الآن يتبين لنا علاش خرج هذيك الخرجة وقالها على في منبر في مسجد وهو يخطب زعما في الجمعة. أنا أوصي أهلنا في ورقلة أو في المنيعة ولا وراه يروح يخطب، تخلوش يخطب. هذا رجس، هذا يدنس المنبر، هذا يدنس المسجد، هذا مرتزق عميل. قالها بصريح العبارة، الناس الجزائريين كلهم لازم يكونوا خبرجية عند الجنرالات، وكان الجنرالات هذو الأرباب يتعبدوهم الناس وينقلوا لهم الكلام، يعني ينشر الذل والإذلال. هذا رجس، لا تتركوه يصعد المنبر في أي منبر في أي مكان، لأنه يزيد يخادع الناس بالدين. لكنه شهادة هنا على هذا ملزي باش يوري هذا قوة هذا ملزي، موش من الآن وإنما من 99. ولم يستطيع قايد صالح أن يطيح به إلا عندما أطاح وسجن توفيق، لأنه جزء من جناح الDRS أو المخابرات الإرهابية. ولذلك لما عادت المخابرات الإرهابية، توفيق مش في المنصب لكنه من الخلف حرك بعض أحجار الدامة وأحجار الدومينو كما أراه يقال. فهذا يفسر الوقوف تاع هذا بن قرينة قبل شهر ونص أو شهر، وقال لازم نكونوا، لأنه خاف الآن ملزي والنفوذ نتاعو وأصحابه أنهم يديروا له ملف ويسجنوه ويستطيعون سجنه. هو هنا في اعترافه فقط كاين ملف يقدر يسجنه، يقول راه الملف عندي راني محتفظ به. هذه وثائق رسمية، ما عندكش الحق باش تحتفظ بها. في الولايات المتحدة قايمة القيامة على ترامب لأنه دا وثائق رسمية وحطها عنده في الدار نتاعو. فاعتراف بن قرينة أن الملف عنده في حد ذاته يدخلوا للسجن، لأن المفروض هذه الوثائق ما تخرج. ثم بن قرينة من بين الأشياء اللي نهبها مش فقط هو أيضا فيلا في العاصمة، إنما 2000 هكتار. رأي نتكلم على بن قرينة وملزي في نفس الوقت، لأنهم في الحقيقة وجهين لعملة واحدة، إنما تغيرت فقط تغيروا لمشغليهم، يعني تغير الوكيل. 2000 هكتار 2000 هكتار 1000 هكتار باسمه، 1000 هكتار باسم خوه من جهة ورقلة. وشباب ورقلة يعاني معاناة مرة، وأهل ورقلة يعانون معاناة مرة. 1000 هكتار وش يدير ب1000 هكتار؟ راه الهكتار في 10000 متر مربع، اضربوا 10000 متر مربع ب1000 هكتار، شوفوا وحده 1000 هكتار ليه و1000 هكتار لخوه. فطبعا المخابرات الإرهابية تقدر تدير له الملف تاع 1000 هكتار هذا. انت كنت وزير وكنت وش داك باش تدي 1000 هكتار ليك و1000 هكتار لخوك. فهو مرعوب هذا بن قرينة، وهذه تفسر جزئيا كما قلت هذيك الخرجة نتاعو نتاع قضية خبرجية. لكن باش نعودوا في الحقيقة أن تبون جابوه من بين الملفات والمهام اللي موكلة له، كما قال هو، إطلاق المظلومين من العصابات. هذا مش مظلوم ملزي، وعلمي مش مظلوم، هذا لصوص كبار ومجرمين كبار
خاصة ملزي اللي كان موظف رسمي، فكيف يولوا عنده آلاف المليارات؟ كيف تولي عنده آلاف الهكتارات من الأراضي؟ كيف تولي عنده عشرات ما بين الشقق والفيلات وغيرها؟ كيف تولي عنده 150 سيارة وأشياء أخرى بأسماء أبنائه وإمكانيات أخرى في الخارج، خاصة في فرنسا بأسماء زوجته وأبنائه أيضا، مش فقط بزوجته. ممكن ما زال نعود نرجع لمزيد من تفاصيل تاع ملزي هذا وسرقاته، ولكن فقط باش نقولوا أننا في الحقيقة أمام جماعات نهب، أمام لصوص كبار يسمون مسؤولين أو قل مسعورين، وأنه يتم تبرئتهم الآن واحد بعد الآخر، واللي راح يبقوا منهم في السجون هما فقط اللي عندهم خصومة مع تبون وشنقريحة وكبار الجنرالات، أو اللي ما عندهم شكون يدافع عليهم. وربما يجي وقت أيضا ويطلق فيه حتى حداد وطحكوت وغيرهم من اللصوص اللي راهم في السجون. لسنا أمام نظام حكم، نحن أمام كمشة من المجرمين، جنرالات ومدنيين. وقبل أن ننهي هذا الحديث باش نرجع للملف والاتهام نتاع تبون لدولة جار، كما قال المرة اللي فاتت. المرة الماضية لما تكلمت على الميجاو قلت، والميجاو هذه تعني هي تسمية، قالوا أنها منظمة انشقت على القاعدة، لكن الوثائق اللي عندي ورجعت لهذاك التاريخ طبعا هي تسمى جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا. هذه الميجاو اختصارا لها، حركة التوحيد والجهاد في إفريقيا الغربية. لما رجعت إلى التفاصيل ورجعت إلى الملف، لقيت أن هذه الميجاو آنذاك كتبوا عليها بعض الخبراء، وخاصة لعلي تكلمتكم عليها أكثر من مرة، أحد اللي نعتبره أنا أكبر خبير غربي في الشأن الساحل هو جيريمي كينان، اللي كتب مجموعة من الكتب، من بينهم كتاب The Dark Sahara وكتاب The Dying Sahara، الصحراء المظلمة والصحراء التي تحتضر إلى آخره. وسبق لي وين وريت لكم هذه الكتابين وربما حتى تكلمت عليهم بشكل أو بآخر. كان آنذاك خرجت إذن المعلومات، ومن بين المعلومات أن 3 من قياداتهم، واحد موريتاني ويسمى أبو قمقم واسمه الحقيقي حمادة ولد محمد خيرو، وثاني من مالي ويسمى سلطان ولد بادي، والثالث من الجزائر ويسمى أحمد تلمسي. هؤلاء هم اللي كانوا قادة الميجاو، قادة هذه الحركة من أجل التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا. وهؤلاء هم الذين أعلنوا عن خطف الدبلوماسيين ال7. والدبلوماسيين ال7 في الحقيقة لم يكونوا كلهم دبلوماسيين، كانوا فقط 2 منهم دبلوماسيين، أو اللي عندهم صفة دبلوماسية، عندهم الوثيقة دبلوماسية، عندهم جوازات دبلوماسية. القنصل اسمه بوعلام سياس، ومات وهو محتجز عند هذه الجماعة، مات من مرض مزمن، كان يعاني من عدة أمراض بما فيها السكر، ارتفاع الضغط إلى آخره، فمات. والثاني وهو نائب القنصل، واللي أعدمته هذه الجماعة بعد أن تلكأت أو شعروا بأن المخابرات الجزائرية لا توافق على مطالبهم. آنذاك الميجاو هذه في البداية قبل العملية اللي حدثت في أفريل 2012، في 2010 تحدثت بعض المصادر الدقيقة وقالت أن هذا الانشقاق أو ما يتحدثون عنه عن انشقاق القاعدة وظهور هذه الميجاو إنما هو صناعة ديرس، واللي أشرف عليها آنذاك شخص يسمى رشيد العلالي.
قائد المخابرات أو رئيس المخابرات أو مدير المخابرات الخارجية اللي رأسها اليوم جبار مهنا، مجرم التسعينات وحارق منطقة القبائل في 2021. إذن رشيد العلالي هذا ومعروف باسمه المستعار عطافي، كان حتى لما اعتقلوهم الماليين، اعتقلوا هذه المجموعة الثلاثة، هذا تكملة لما تحدثت عليه، لأن الناس ما يقدرش يفهموا هذا الحديث إذا ما سمعوش حديثي السابق، ومش راح نعاودوا باش ما نكررش حديثي السابق، إنما هذا تكملة له حديث السابق في اللايف السابق، لايف يوم 8 أبريل. إذن كانت تنقل يومها لما اعتقلوهم الماليين، السلطات المالية تنقل عطافي اللي كان في زيارة لألمانيا مع بوتفليقة، مرافقة لبوتفليقة، تنقل بطائرة خاصة وطائرة تابعة للجيش الجزائري إلى مالي، وطلب من الماليين بإطلاق سراحهم. لماذا؟ لأن في الحقيقة الميجاو هذه قد يكون كثير من عناصرها وبعض عناصرها على أساس أنهم إسلاميين مسلحين إلى آخره، لكن الميجاو هذه في الحقيقة هي سيتين كرياسيون دي دي ار اس، هي منظمة مفبركة أنشأتها الدي ار اس لأجل أهداف في جنوب الجزائر وفي شمال مالي والنيجر إلى آخره. وباش أيضا آنذاك كانوا دائما ينشئوا الإرهاب ويحاربوه أو يزعمون أنهم يحاربوه، كما هذا تاع الإرهابي تاع تامر راست ولا إرهابي تاع درا اللي دائما يظهر ويقدم نفسه ويقول لك سلم نفسه إلى آخره. هي كلها أفلام هند. الجزء الأكبر مما يسمى بالإرهاب في الجزائر في التسعينات والجزء الأكبر في الساحل مما يسمى بالإرهاب هو صناعة مخابراتية، وجزء منه مخابراتية تاع الديرس، جزء آخر كاين مخابرات تاع دول أخرى، لأن السيطرة على المنطقة، تبرير إرسال دخول الفرنسيين والجيش الفرنسي والأمريكي إلى آخره، يجب أن تخلق حالة إرهابية باش الناس في الجزائر لما فتحوهم الأجواء ما أعلنوش عليها رسميا، عارفين رفض الشعب الجزائري لها، فتحوها في 2012 في 2013، لكن من بعد يبدأوا يبروها على أساس أن فيه إرهاب وأن يجب أن نحارب الإرهاب، وبطريق مباشر يجب أن ندعم فرنسا في حرب على الإرهاب. الآن لما دخلوا فاغنر ودخلوا الروس ودخلوا الأمريكان ودخلوا، تغيرت المعطيات، والقوا الفرنسيين نفسهم بعد هذه الانتفاضات الإفريقية ضد الوجود الفرنسي في إفريقيا، وجدوا الفرنسيين أنفسهم أنهم يضعفون بشكل كبير جدا. لكن جزء أساسي من الإرهاب في الجزائر وفي جنوب الجزائر هو الصناعة تاع ديارس. أصنع الإرهاب، فبرك الإرهاب باش تبقى خانق المجتمع، تستولي على أموال الخزينة العامة باسم حرب على الإرهاب. لا أحد يناقشهم، حتى داروا قانون الآن لا أحد يناقش ميزانية وزارة الدفاع، لا أحد، لا بشر، قانون داروه بالقانون. بدون دولة مدنية، بدون شفافية، بدون قضاء عادل، بدون صحافة حرة، بدون مجتمع حي، يبقى هذا التلاعب، يبقى هذا التفقير، يبقى هذا التجويع، يبقى هذا الفشل، تبقى هذه الرداءة سائدة في البلاد. وجود دولة مدنية مش حتما يحقق كل ما نراه وما ننتظره، لكن على الأقل تكون البداية، نخرجوا من تحت الأرض، نولوا فقط على الأقل فوق الأرض. أما بقاء هؤلاء فهو الهاوية بكل ما تعنيه الكلمة، وسيبقون يتلاعبوا بالإرهاب، وسيبقون يتلاعبوا بالجماعات، وسيبقون يخلقوا المشكل ومن بعد يظهروا بأنهم أبطال ويحاولوا يحلوه. رح يبقوا دائما هكذا، وكلما مرت الأيام زادت الرداءة، زاد الفشل، زاد الاعوجاج، زاد الانحراف، إلى درجات وصل مرحلة وين الناس ما تطيقش فتنفجر، تنفجر الناس، فلا قدر الله تذهب البلاد إلى فوضى عارمة. لذلك البديل على الحراك هو ثورة جياع، راهي لاحت كل شروطها، تجمعت شروطها ولاحت إشاراتها في الأفق.
الناس لا تثور لأن الثورة اختيار أو موضة أو الناس تثور بعد أن تنسد أمامها كل طرق الإصلاح. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هؤلاء مفسدون ومفسدون كبار ومستمرين في الفساد. الحل هو الحراك السلمي لكن ثابت الجوهري الراديكالي ليبقى في الشارع إلى غاية الإطاحة بهم، وإلا فكل يوم راح تزيد الكوارث وراح تزيد المصايب. تبون اتهم دولة جار، وهو يقصد المغرب، النظام المغربي، لكنه لم يقدم أي دليل وقال لك معليش احنا. لا، مش معليش يا تبون، أعطونا الأدلة أن قام بها النظام المغربي، فلن نسكت احنا. إذا سكتوا أنتم لن نسكت نحن. إذا ما فيش أدلة، وهذا هو المرجح، خاصة أن ولا واحد قالها من 2012 من العصابات اللي حكمت الجزائر وتحكم الجزائر، فمعناها راك تقول برك. وهذا تاع تقول برك هذه مش قضية سميد والحليب، هذا على المستوى العالمي. موضوع الإرهاب هذا خطوط حمر عندهم. الامريكان جات قالت لكم حتى في موضوع الماك ورشاد، قال لكم هذه منظمات مش إرهابية، وما تبقاوش كاع الناس اللي يعارضوكم تقولوا عليهم إرهابيين، لأن بالنسبة لأمريكا هذا مهم جدا، لأنها تعرف أنها غرقت في 20 سنة فيما تسميه الحرب على الإرهاب، مش حابة تزيد تغرق أكثر. قضية هذا الاتهام هي واحدة مرة أخرى تكشف الفشل والرداء والضعف نتاع هذا تبون اللي ما يصلحش باش يكون رئيس بلدية. أما إذا عنده أدلة فعليه أن يخرجها، لأن العالم الخارجي، الجهات الخارجية اليوم الشعب الجزائري راهو ساكت، ولاهي في البطاطا ولاهي في البصلة وفي في الحليب لكن العالم الخارجي الحين يقول لكم أعطونا الأدلة. أعطينا، أنتم اتهمتم دولة جارة تقصدون المغرب، أعطونا الأدلة. لن تجدوا دليل، فأنتم بهذا تقوون موقف النظام المغربي اللي يظهر أنه عاقل، أنه لا يتهم بدون أدلة، وأن الجار نتاعو العصابات اللي تحكم الجزائر تقول أي شيء، مثل اتهامات أن الحرائق نتاع 2021 شاركت فيها المغرب وإسرائيل بدعم الماك ورشاد. جنون، هبال، مسخرة. رجعتوا البلاد مسخرة، مهزلة. حياكم الله.